حبايبي الحلوين، عايزين نعمل بسكوت وبيضة واحدة بس وهيفرحك ويفرح أطفالك، ناعم ودايب ومن غير زبدة. تابعوا معايا الفيديو للآخر، بس اوعي تنسوا اللايك والشير والتعليق الحلو. نسمي الله ونصلي على الحبيب. معانا نص كوباية سمنة ومعلقتين زيت. تمام؟ عايزة تعمليها زيت بس؟ تمام. سمنة على زيت؟ تمام التمام. بعد كده هنجيب نص كوباية سكر بودرة، أنا بحب أنخله. خلاص، هنقلب بقى السكر مع السمنة لغاية لما يبقى لونها فاتح بالطريقة دي. كل ده يدوي، لا هنحتاج خلاط ولا مضرب. هننزل ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، كيس الفانيليا اوعى ننساه، ونقلب لغاية لما البيضة تختفي. دخلنا مع بعض كوبايتين دقيق وشيلنا معلقتين منها، حطينا مكانهم معلقتين نشا. تمام التمام. وهننزل بنص معلقة صغيرة قوي بيكنج باودر، اوعى ننسى ونكتر. هنحط بقى الدقيق مع المواد السائلة ونسيب حبة دقيق، وما ننساش رشة الملح. هنقلب كل ده مع بعضه لغاية لما الدقيق يختفي. وزي ما احنا عارفين ومتعودين، البسكوت مش بيتعجن. اخد معايا كوبايتين دقيق بالظبط اللي نخلاهم. قلبنا بايدينا لغاية لما الدقيق اختفى، وكونت عندي عجينة ملساء ينفع تتشكل بالايد. هناخد معلقة صغيرة من الكاكاو على قطعة عجين صغيرة خالص ونقلبهم مع بعض. لو لقيت العجين بيشقق منك هنزود معلقة لبن صغيرة. التشكيل ده بقى حسب ما انت عايزة، حابة تعمليها بالمشط، حابة تعمليه، انا استعملت القمع بتاع البسكوت بالطريقة دي. حابة تستعملي القمع ده بداله غطا ازازة، تمام التمام. وهنعمل لها دايرة من النص بصبعنا كده وهنشكلها بقى. ناخد القطعة اللي احنا عملناها كاكاو وكورة صغنونة هنحطها في الفتحة اللي فوق. الفرن معانا كده يبدأ يولع علشان البسكوت مش عايز نار عالية. هندخلها الفرن، وأول ما الحتة اللي تحت البسكوت تمسكيها تلاقيها لونها اتغير نطفي على طول. والبسكوت مبتشالش من الصينية غير لما يبرد خالص، ناعم وطري، وكمان مقرمش من بره وطري من جوه وطعمه جنان. بيضة واحدة بس هتفرحي ولادك وأسرتك، وكمان طعمه حلو. عجبكم الفيديو؟ لايك وشير وتعليق ودعوة حلوة من قلبكم.